الاتحاد الكويتي من جديد يلعب مع العراقي، نزل الحساب المسؤول عن بيع التذاكر. تم نفاذ كمية التذاكر المخصصة للجمهور العراقي، لكن الاتحاد العراقي مباشرة نزل وقال التذاكر لا زالت موجودة وتقدرون تقدمون على فيزا للكويت، والتذكرة مالكم علاقة موجودة. بعد ما شافوا كمية كبيرة من المشجعين العراقيين قادمين، ما يهمهم 200 دولار لا فدوة 300 دولار عادي. اوكي، مفكرين الجمهور العراقي يعني ما راح يجي من يسويها ب 200 دولار ولا ب 300، والله لو يسووها ب 500 دولار ب 1000 دولار جمهورنا يروح يا حبيبي. جمهورنا يلحق المنتخب العراقي، واحنا عندنا جالية متواجدة بالكويت. اي نعم، فالتذاكر موجودة، والاتحاد الكويتي والله العظيم احنا قلوبنا بيضة ونحبكم قسما بالله، وراح تجون وراح تشوفون ايش ما تعاملونا، واحنا نقول المعاملة بالمثل، بس احنا العراقيين نعرف قلوبنا طيبة، ننسى بسرعة، راح ننسى كل شيء. اوكي، المهم احنا ما نريد نسوي تفرقة، بس الشيء اللي يريد نقول التذاكر موجودة، والحساب اللي نزل نفاذ الكمية، رجع ومسح المنشور مالته ونزل تذاكر اضافيه. اوكي، يعني انت من تقدم على الموقع ما تقدر، يقول لك نفذت، ما تقدر تقدم على تذكره، لكن بعد ما نزل الاتحاد العراقي رجع وفتح المنفذ مالته وموجود اكو تذاكر. ليش سووا هيك؟ ما يردون الجمهور هواي يجي، يقول لك خلاص خلصت التذاكر، وهم لحد الان ما واصلين حتى 1000 تذكره، 1000 تذكره ما انباعت لحد الان. فيا الاتحاد الكويتي، او يمكن هذا الحساب يعني مو تابع، مثل ما نقول شركة المنارة عندنا هي اللي مسؤولة ببيع التذاكر، يمكن شركة اصلا بالكويت، واكيد شركة هي اللي ماخذة التذاكر، صح ولا لا؟ المهم ما علينا، التذاكر موجودة وتقدرون تروحون، وما لكم علاقة باي موقع. ما لك علاقة، نعم معرض كرة نزل نفاذ التذاكر، مشى على مصدر الحساب الرسمي لبيع التذاكر. اوكي، ما نقدر نقول معرض كرة كذب، ولا نقدر نقول اي موقع كذب. نعم الموقع الرسمي هو اللي نزل نبذة الكمية، بس هسه لا، تدخل على الموقع من جديد راح تقدر تشتري بطاقة. اي نعم، الفضل لمن يرجع للاتحاد العراقي اللي مواكب الحدث، كل شيء يصير جاي يرد ويوضح للجمهور العراقي. المهم خلينا نشوف هذا المقطع اللي شوية خلي يريحكم ويضحككم، وبعدين نرجع اللي هو أيمن حسين يطالب خاله بالورث بعد زيارته. السلام عليكم. ما شاء الله خير. خالي انا هذا بخير عيني بخير هلا هلا. طبعا ايمن حسين يحب يمزح، وتعرفون ايمن حسين يمزح كثير. والله العظيم نقول شوف العاجل لايمن حسين، ايمن حسين اكثر لاعب تعرض لانتقاد من عندنا، وانا واحد شخصيا انتقدت ايمن حسين سابقا، لكن الان مستحيل انتقد ايمن حسين على الاداء اللي جاي اشوفه، ودائما هو المنقذ. اوكي، وكلمة السر بالمنتخب العراقي. خلي اورجيك هاي الصورة، شوف هاي الصورة يا حبيبي، هذا احتياط منتخبنا العراقي: زيدان قبال، علي الحمادي، دانيلو السعيد. بنسبة كبيرة هذول راح يكونون اساسيين ضد الكويت. انت من تجي تحكي وتقول اداء مو حلو، اداء مو مقنع، نعم اداء مو مقنع، بس هي اول مباراة، انت راح تشوف الاداء الحقيقي المباراة الثانية. العراق امام الكويت بالكويت، تعرف احنا ما فايزين على الكويت بارضهم ابدا، ولا مرة فزنا على الكويت، بس الحقيقة انت تمتلك نجوم. اوكي، تمتلك نجوم. هاي الصورة اللي قدامك هو زيدان قبال بالدوري الهولندي، علي الحمادي بالدوري الانجليزي الممتاز، وعندك دانيلو بالدوري الهولندي الممتاز. يا اخي عندك نجوم، عندك نجوم بالاحتياط. انت بس ركز مع المنتخب العراقي، آزر المنتخب العراقي. انا واحد من الناس، مباراة عمان هسه احنا طوينا صفحة عمان خلاص، بس تذكروا من قلت لكم لازم يكونون اللاعبين مركزين فقط، لان اداء ما راح يكون اداء، لان احنا نعرف احنا ماكو اعداد للفريق، صح الفريق كلهم غير جاهزين. ان شاء الله في مباراة الكويت راح يكونون جاهزين، ويا رب انتصار ثاني على التوالي، وانا متاكد راح ننتصر باذن الله. نعم ما له دخل التاريخ، ما فايزين على الكويت بالكويت، الاجيال السابقه كانت كلها واسطه، وماكو تشكيله مقنعه اصلا نزلنا بيها
امام الكويت أو في اي بطولة من بطولات كأس الخليج وبطولة كأس اسيا. الان لا حبيبي، الان اكو تكتيك بالمنتخب العراقي. الان اذا قلنا نحافظ على على الهدف، حافظنا على الهدف، دفاعنا مستميت، اوكي. اذا قلنا نريد نزيد الغلة، نزيد الغلة. اليوم اي شيء يقرره كاساس اللاعبين ينفذوه، اوكي. بدأوا اللاعبين يعرفون طريقة الاحتراف، كيف يتعاملون مع المدربين. فكل التوفيق لكل لاعبينا. الخبر اللي بعده اللي هو وصلتنا رسائل حسن، يعني احنا المنطق يقول تروح للكويت هناك تستعد وترتاح. اولا الكويت والعراق هو عبارة عن منتخب معسكر بنفس الدولة، اوكي. يعني مجرد طيارة، يعني دقائق بالطيارة انت بالكويت يا حبيبي، دقائق انت بالكويت. فما له داعي تسافر هناك وتكون ضغط اعلامي. الاتحاد العراقي والمنتخب العراقي نجح بالبصرة، عرف كيف يتعامل مع الإعلام العراقي، فقرر يبقى. بالبداية لا، كنا مقررين بعد نهاية المباراة نسافر يوم 7، يعني بهذا اليوم احنا نسافر للكويت. لكن كاساس شاف اكو راحة، شاف يقدر يعني ينظم اللاعبين في البصرة ومرتاح بالبصرة، فقرر يبقى بالبصرة. نفس الأجواء ما تختلف عن الكويت أبدا. فخطوة مميزة. راح يروح يوم 9، يكون اكو معسكر، عفوا مؤتمر صحفي الصبح، اوكي. هم راح يسافرون، راح يكون تقريبا الساعة 1 الظهر المؤتمر الصحفي بين مدرب منتخبنا الوطني كاساس ومدرب المنتخب الكويتي. وبعدها يدخلون وحدة تدريبية الساعة 8 مساء، وخلاص يختمون تدريباتهم ويتوجهوا ويستعدون للكويت فقط. فقرار منطقي انه ما تروح للكويت، احسن تبقى بنفس الاجواء. والاعلام العراقي صراحة سيطر على الاتحاد العراقي بعد ما عدنان درجال ذب اكو شخص ذباب بالسجن. تعرفون من هو؟ الاعلاميين شوية جروا عادل، هسه اكو شخص لازم يروح للسجن، لازم يقعد بالسجن شوية. تعرفوا كل الزين هذا الحاقد على عدنان درجال، والفوز يضوج اذا فاز المنتخب، يضوج اذا فاز المنتخب. وما اعرف ليش يجيبون القنوات. يعني انا علي سالم احب هذا الولد، يعني انت كافي لا تستضيفه يا حبيبي، كافي لا تستضيفونه. يعني انت من تستضيفوه جاي تستفزون الجمهور العراقي. انتوا شفتوا بتفاعل الجمهور يدخل يضحك على كلامه وقمتوا تجيبوه. يا اخي لا تجيبوه، لا تجيبوه. المهم يا شباب، الله يهدي. بس نقول هيك. كان معكم اخوكم حسن علي. اذا تريد تشاهد مباراة المنتخب العراقي امام المنتخب الكويتي، انا ابثنها على الانستغرام وكذلك بالتليجرام، اجيب لكم روابط ومنزل لكم جنرال تي في، ياسين تي في، دراما لايف، كل البرامج منزلها. وكذلك الكود ايضا منزله بالتليجرام. تقدر تحمل برنامج اذا نتك قوي، واذا نتك ضعيف تقدر تشوفه على الانستغرام، ماكو اي تقطيع ان شاء الله. وخير دليل بثنا كان اكثر من 22 الف مشاهد على الانستغرام. اعتنوا بانفسكم. يوزر الانستغرام اسفل الشاشة، وكذلك راح اخليكم رابط التليجرام باول تعليق.